عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هوريكم ازاي تنضفوا البوتاجاز وترجعوه زي ما يكون لسه جديد بالظبط. بنستخدم الباور اللي هو بتاع البوتاجاز ده وبنشيل الحوامل. انا عندي هنا الباور مركز جدا وما كانش كمان ليه بخاخة، فحطيته في ازازة تكون فيها بخاخة كده وزودت عليه شوية مية سخنين، بس حاجة قليلة لان لسه هنحط المية. رشيت على البوتاجاز كله كده زي ما انتم شايفين، وعلى العيون قبل ما اشيلها، وعلى الازاز والحيطة اللي جنبه لان بيتجمع دهون برضو، وعلى العيون وعلى الازاز ده ومن جوه البوتاجاز كله. طبعا هنفك الحاجات دي كلها وهنشيل كل اللي جوه ده، وهنرش في الجناب وهنرش تحت وفي كل مكان، وبسيبه مثلا حوالي ساعة. قبل ما اسيبه بحط مية تكون مغلية سخنة جدا وبضيفها كده علشان تدوب الدهون مع الباور، لان الباور لوحده برضو ما يبقاش كفاية. وبشيل عندي العيون دي كلها وبحطها في طبق انا ببقى حاطه فيه شويه من الباور ومثلا شويه سائل او كده، وبسيبهم منقوعين برضو نص ساعه او ساعه لحد ما بخلص البوتاجاز وبرجع بنضفهم. معايا هنا سلكة مواعين، وببدأ ان انا ازيل الدهون بعد ساعة بالظبط من المية السخنة ما حطيتها وسبتهم. ببدأ اشيل الدهون كده من كل حتة، وطبعا يعني انا اصلا بلاقي الدهون طلعت لوحدها من الباور، يعني بضغطة بسيطة بس بلاقي كل حاجة راحت. بستخدم كده اللي هي السفنجة بتاعت المواعين برضو، وببدأ ان انا اشيل كده المية والحاجات دي بتتشال بالليفة والسفنجة بتاعت المواعين. بغسل كده كويس جدا بالسلك برضو حوالين البوتاجاز ومن جوه ومن بره وكل حتة والعيون، وبشيل برضو بواقي المية اللي موجودة لحد ما اتأكد ان خلاص مبقاش فيه مية. تمام، بنشفه كويس عشان لما اجي اشغل النار تشتغل معايا. متأكد ان مفيش مية كويس جدا ومفيش مية دخلت جوه ولا اي حاجة. لو لقيت لسه في اي حاجة لسه ما طلعتش، برجع برش عليها شوية باور زي ما انا بعمل كده. ارش شوية باور برضو هنا لان دي ما كانتش بتطلع. الباور افضل حاجة ممكن ان هي تشيل الدهون وسعره مناسب جدا. ببدأ ان انا ادعكها تاني بقى، هيطلع معايا بمنتهى السهولة. بتأكد ان مفيش اي حاجة، وبجيب بعد كده بقى فوطة ببدأ ان انا اشيل الصابون واشيل الرغاوي اللي موجودة دي علشان اشوف لسه في حاجة ولا لا. طبعا بيديني لمعان بجد مش طبيعي لسطح البوتاجاز، كأن لسه جايباه جديد. الفرشة دي مفيش استغناء عنها في تنظيف البوتاجاز. دي اصلا معمولة عشان تنظيف البوتاجاز، علشان تنظف الحواف اللي في الجنب دي والحاجات اللي هي مش باينة، ومن غير اصلا ما تشيل العيون ممكن تنضفيها عليها. بتنضفي كده زي ما انت شايفة، وببدأ بقى ايه اظبط العيون، اغسل العيون والمعها، وبغسل البوتاجاز من تحت الازاز من جوه كده. انا بقى كان بقالي كتير جدا ما عملتش الفرن. ببدأ ان انا انضف الفرن زي ما انتوا شايفين كده، وكان في حاجات هنا زيوت وحاجات لان انا بقالي كتير طبعا ما استخدموش زي ما قلت لكم. فنضفتها بالفرشة وبنضف جوه بالفرشة برضو، والجناب برضو دي بيبقى فيها زيوت وسمنة مطرح ما تعملي حلويات او بتشوي حاجة. ببدأ برضو ان انا امسح الازاز كده برضو زي ما عملت فوق على سطح البوتاجاز، ونشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي، علشان اشوف في حاجة لسه ولا لأ. لازم انضف واغسله كده من جوه وانشفه كويس جدا عشان اشوف لسه في اي دهون او في اي اتربة لسه موجودة ولا لأ. كده انا نضفته خلاص، وده كان بعد ما نضفت العيون وركبتها وحطيت الحوامل، وكان عندي مفرش كده ركبته من الفرو والعيون بتاعته، والبوتاجاز رجع زي ما يكون كان لسه جديد. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وعايزاكم تجربوا الباور برضو في تنظيف البوتاجاز، هيعجبكم جدا جدا. وده كده شكل الفرن بعد ما خلص وشكل البوتاجاز بالكامل. اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات نجحت معاكم ولا لا.